مهرجان الجونة رجع، واحنا في دراماتيكا هنتكلم عن افلام المهرجان. قبل ما تبدأ فعاليات مهرجان الجونة حابين نقولك ايه الافلام اللي هتتعرض السنة دي، وانت اختار ناوي تشوف ايه. ولو مش هتروح الجونة فالجونة جاتلك دلوقتي في سينما زاوية اللي لأول مرة هتعرض افلام المهرجان هنا في القاهرة. واول فيلم معانا هو فيلم اناتومي اوف ا فول، وهو انتاج فرنسي. بيتكلم الفيلم عن الكاتبة ساندرا اللي بتعيش في بيت جبلي مع جوزها صامويل وابنها دانيال اللي عنده عمى جزئي. بيموت الزوج في ظروف غامضة، وبنشوف في التحقيقات هل صامويل مات منتحر ولا بحادث مفتعل. والفيلم أخذ السعفة الذهبية في مهرجان كان. I think he fell off that third floor. The window's open. You're his wife. Stop. I did not kill him. الفيلم التاني هو بيردلاند، وهو للمخرجة ليلى كيلاني. وبيحكي الفيلم عن لينا المراهقة الغنية اللي بتعيش في بيت في غابات طنجة مع جدتها، وفي الوقت اللي جدتها بتحضر فيه لحفل زفاف لحد من قرايبهم بتكتشف ان بيحصل مؤامرة ضد بيتهم اللي في الغابات. الفيلم اتعرض في مهرجان روتردام السينمائي. الفيلم الثالث هو فيلم ذا وول، وهو فيلم انتاج بلجيكي دنماركي امريكي. الفيلم بيحكي عن جيسيكا كومي، وهي حارسة في حرس قوات الحدود اللي بتفقد السيطرة وبتقتل حد من المهاجرين المسلمين بالغلط. والفيلم اتعرض في مهرجان بروكسل السينمائي. الفيلم الرابع هو فيلم ذا هيبنوسيس، وهو فيلم سويدي نرويجي فرنسي. الفيلم بيحكي عن أندريا وفيرا، الزوجين اللي بيشتغلوا في مجال ريادة الأعمال، وبتجيلهم فرصة لعرض مشروعهم في مسابقة كبيرة. بتحاول فيرا تبطل التدخين عن طريق التنويم المغناطيسي قبل ما تروح المسابقة، فبيتغير أسلوبها تماما. وبيبدأ أندريا برضو ياخد منحنى مفاجئ. الفيلم اتعرض في مهرجان كارلوفيا فاري السينمائي، وأخد هيربرت نوردرام أفضل ممثل. Vi skapar en magisk resa. الفيلم الخامس معانا هو فيلم آل شنب، وهو فيلم مصري للمخرجة أيتن أمين. الفيلم بيحكي عن ليلى اللي بيموت فجأة حد من عيلتها، فبتسافر ليلى اسكندرية علشان تعزي. وفي خلال فترة الحداد بتتعرف على عيلتها الكبيرة، وبتحصل هناك مفارقات كوميدية. وهيتعرض الفيلم لأول مرة عالميا في مهرجان الجونة. الفيلم السادس هو فيلم A Strange Path، وهو فيلم برازيلي. والفيلم بيحكي عن مخرج شاب بيرجع بلده وهو بيحاول انه يحيي علاقته بأبوه، وده كان في وقت انتشار فيروس كورونا. ولكن علاقتهم بتتعقد اكتر بسبب ظاهرة غريبة جدا. الفيلم اتعرض في مهرجان تريبيكا السينمائي، واخد الفيلم جايزة افضل فيلم روائي طويل، وافضل تمثيل لكارلوس فرانسيسكو، وافضل سيناريو وافضل تصوير سينمائي لينجيا أباسيو. الفيلم السابع هو دوغ مان، وهو إنتاج فرنسي. الفيلم بيحكي عن قصة طفل حياته محطمة، ولكن الطفل بيلاقي نفسه في الحب اللي بيديه لكلابه. والفيلم اتعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي. They're my babies. Dress up, you make up a past to forget your own. الفيلم الثامن هو فيلم سعادة عابرة، وهو فيلم عراقي كردستاني. في قرية صغيرة بيعيش زوجين مسنين. بتمرض الزوجة، وزوجها اللي عادة بينقل الأغنام بموتوسيكل هياخدها لأول مرة للمستشفى. والفيلم أخد جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان أمستردام للفيلم الكردي، وفي جوائز باريس للفن والسينما. جلودك خزاني من أبي أولي بوكي بمش أمره من أمام فياني ما وش بمنجح. الفيلم التاسع هو فيلم In Our Day، وهو فيلم إنتاج كوريا الجنوبية. بيحكي الفيلم عن الفيلم ال30 لهونغ سانغ سو اللي كان إضافة في مسيرته، وبيتكلم عن مكالمتين منفصلين بيحصل فيهم تبادل للأدوار. المكالمة الأولى بتدور ما بين ممثلة وهاوية، والمكالمة الثانية بتدور ما بين شاعر مخضرم وواحد من المعجبين. الفيلم ده اتعرض في مهرجان كان. الفيلم العاشر هو فيلم A Greyhound of a Girl. الفيلم من إنتاج لوكسمبورغ والدنمارك وبلجيكا وأمريكا. الفيلم بيحكي عن ماري أوهارا اللي عندها 10 سنين، وبيحصل لها صدمة لما دخلت جدتها المستشفى. وبتفضل ماري تزورها بانتظام، وبتشوف في أحد زياراتها جارتها واللي بتقول لها إن عندها رسالة مهمة جدا لجدتها. وتعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي. الفيلم ال11 هو فيلم If Only I Could Hibernate، والفيلم إنتاج منغوليا وفرنسا وسويسرا، عن أوزلي المراهق الفقير اللي بيسعى إنه يفوز في مسابقة علمية عشان يتأهل لمنحة. في الوقت ده أمه بتلاقي شغل في الريف وبتسيبه مع إخواته الصغيرين. الفيلم اتعرض في مهرجان كان السينمائي. Тэгээд хүн шиг ажиллаараад зөндөөх цалиаваад таныг стажик гэж жаргааш тээжээ.
бүгдээрээ баагүй байсан ч бас өвчин ичээд ханаа зүрхгүй, даарахгүй, гоёхгүй юу? فيلم ال 12 هو فيلم ماي ديسمبر، وهو فيلم إنتاج أمريكي، وقصة الفيلم بتدور بعد مرور 20 سنة على قصة حب جريسي وجوزها جو اللي أصغر منها ب 23 سنة، وتيجي نجمة هوليوود إليزابيث باري عشان تقضي وقت مع العيلة بهدف إنها تقرب من جريسي اللي هتأدي دورها في الفيلم، وده اللي بينتج عنه ضغوط كتيرة بتمر على الأسرة، واتعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي. How do you choose your roles? We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story right, don't I? الفيلم ال 13 هو فيلم Whisper of Fire and Water، وهو فيلم من إنتاج الهند. أحداث الفيلم بتحصل في جارية، ودي منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند، وهناك بنشوف المناظر الطبيعية اللي شكلتها النار والمية وتقاطع الأمور الغرائبية مع الصناعية. والفيلم اتعرض في مهرجان لوركانو السينمائي الدولي في مسابقة صناع أفلام الحاضر. والفيلم ال 14 والأخير هو فيلم وداعاً جوليا، وهو فيلم إنتاج سوداني مصري عن مغنية معتزلة من شمال السودان اللي بتحس بتأنيب ضمير بعد ما اتسترت على جريمة قتل، فبتحاول تصلح الموقف بإنها تقوي جوليا زوجة القتيل الجنوبي وابنها دانيال في بيتها. الحلقة خلصت، بس أفلام مهرجان الجونة لسه ما خلصتش. استنونا الحلقة الجاية مع أفلام الجونة Part 2.